يقضى إلا بحب محمد وآله. صلوا عليه ثلاثا وارفعوا أصواتكم. فرجهم والعن عدوهم وانصر مقتدى يا الله. سلام من الله عليكم أيها الحاضرون في هذا المهرجان السنوي، ذكرى السنوية للانتفاضة المهدوية في عموم العراق وفي ناحية الشيخ سعد خصوصا. أهلا ومرحبا باسمكم. نرحب أجمل ترحيب بالأخ المجاهد الأستاذ أبو حسن السعيدي آمر اللواء 307 سرايا السلام والوفد المرافق المجاهد له بالسيد مدير ناحية الشيخ سعد أحمد الهماشي والأجهزة الأمنية جميعا، شيوخ العشائر والوجهاء كل حسب مقامه ولقبه ورسمه. أهلا ومرحبا وبكل من جاء وقدم إلينا من مدينة وقصبة وناحية وقضاء ومن المحافظة الأم. أهلا وسهلا بكم في مدينتكم الثانية ناحية الشيخ سعد، ناحية الجهاد والمجاهدين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه، الحمد لله الذي هو يقينا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا وأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف حزننا عن كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاتنا من كل مكروه. أهلا وسهلا مرة أخرى في هذه الأمسية العزيزة الجميلة التي يقيمها الفوج الخامس لواء 307 سرايا السلام لمنتفضي الانتفاضة المهدوية 4/4/2004 للشهداء الأعزاء الأجلاء المرحوم الشهيد كاظم الكعبي والمرحوم الشهيد هيثم كوكز الشليباوي والمرحوم الشهيد علاء بشار اللامي والمرحوم خالد الشليباوي والمرحوم سلمان بحت، وأيضا نضيف لهم المرحوم أحمد كركان الذي كان بصحبتهم رفيقا عزيزا شهيدا في هذا الدرب. وعودا على بدء أحب أن أرحب أجمل ترحيب بالحاج المخلص لآل الصدر الحاج صاحب الشليباوي عضو مجلس محافظة واسط سابقا. للحرية دائما جانبان متعادلان، جانب يختص بنا وجانب يختص بالآخرين، وكل محاولة منا لنسيان الجانب الآخر يفقد الحرية معناها الأساسي ويجعلها طغيانا. لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا بغير شك، لكنهن لم يلدنا في الغاية، وإنما ولدنا في إطار بيت وأسرة ونظام اجتماعي. الحرية معناها الأساسي أو معناها الأساسي ويجعلها طغيانا. لقد ولدتنا أمهاتنا للحرية، بحر
لا ساحل له يركبه الروادي والمكتشفون ويركبه القراصنة وسمك القرش، ونحن بالطبع نرفض الحرية التي ينادي بها سمك القرش، لأنها تقوم أساسا على الجريمة والنشل والمتاجرة بلحوم الآخرين. إننا مع الحرية بدون تردد، ومع الأحرار إلى آخر الشوط. شريطة أن يكون لهذه الحرية ضابط أخلاقي وعقلاني وثقافي وقومي يجعلها في خدمة الإنسان وفي خدمة المثل العليا. إنه لا يكفي أبدا أن نكون أحرارا، وإنما لا بد لنا من أن نستحق هذه الحرية الملقاة على عاتقنا بتمعن وإخلاص ومحبة وجمال وحب ولطف وجهاد وزهد وكل شيء وكل عنوان تحته معنون جميل رهيب عظيم كبير يسعى لهذه الحرية ولهذه الانتفاضة ولهذه المقاومة الجميلة التي خطها وصار من كبار رعاتها القائد المفدى الزعيم العراقي مقتدى الصادر أعزه الله في أبان الاحتلال الأمريكي الغاشم على بلدنا، وتصدى لها هذه الثلة المؤمنة من الشجعان الشهداء الذين خلصوا في عملهم وتصدوا وذهبوا شهداء في سبيل الحرية، وكان مكانهم في النجف الأشرف في تلك البقعة الجميلة، وهي التي قال عنها السيد محمد الصدر ستكون إن شاء الله روضة من رياض الجنة. فها هي تزهو بعطرها الفواح ومسكها الجميل لكل من قصد إليها من كل حدب وصوب. أهلا وسهلا مرة أخرى في هذا المكان في هذه الناحية الكريمة. خير ما نبدأ به حفلنا هذا تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها ويشنف بها الآذان القارئ الأخ حسين الذهبي، فليتفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. طيب الله فاكه. الانتفاضة مفردة من انتفض
انتفض من ارتعاشة ارتجافة قشعريرة، انتفاضة خائف حمى، انتفاضة البرد حركة أو ثورة شعبية سياسية أو اجتماعية رافضة للظلم والطغيان تغلب عليها القوة والعنف والهيجان. انتفاضة ثورة القائد مقتدى الصدر ضد الأمريكان هي انتفاضة بدأ الشعب، انتفاضة لن تموت ولن تمحى من القلوب. كلمة الحفل يلقيها العزيز القريب المخلص المجاهد الشيخ غدير اللامي، فليتفضل مشكورا. جميعا سلام من الله عليكم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده نرتفع إلى سمائه، والحمد لله الذي بحمده تعطى المنايا وتزهق النفوس، والحمد لله الذي يمن علينا بشكر نعمه مهما طالت بنا غفلة الدنيا وآهات الزمان. والحمد لله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الخاتم والمرسل المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بدءا شكرا لأهالي ناحية شيخ سعد الصامدة على إحياء الانتفاضة المهدوية الخالدة، وكذلك نشكرهم لإحياء تراث دماء شهداء الانتفاضة الذين هم اللبنة الأولى في بناء الجيل الصالح. وشكرا لجميع من ساهم بهذا الحفل التأبيني أو هذه الذكرى العظيمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حقيقة البناء الإلهي الذي هو يعتبر من ضمن المشيئة الإلهية وضمن الإرادة الإلهية والقدرة الإلهية، فهذه القدرة أكدت على سماء الكون ببث الأوامر الإلهية لبناء جيل يؤمن بالله أولا وبالرسل ثانيا وبالنبي الخاتم صاحب الرسالة الخالدة محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن يرجع هذا الكون صاغرا لطاعته وأمره وفق راية العدل الإلهي بقيادة المهدي سلام الله عليه. وهذا البناء وهذه الأوامر عزفت أن تنزل إلى ساحة العقول والنفوس البتة لعدم استحقاق البشرية، إلى أن خرج النور الإلهي والأمر الإلهي الذي استقطب جميع الأرواح والقلوب إلى ناحية دائرته، ألا وهو وارثية آل محمد في زمن الغيبة، سيد الغيبة وسيد شهداء الغيبة الولي الصدر المقدس سلام الله عليه. وهذا يعتبر فيض من الله خاص قد جمع هذه القلوب وهذه العقول
والإعداد الإلهي لبناء الجيل الصالح الذي يقارع وما زال يقارع الاحتلال والظلم والاضطهاد على مر البشرية، لأن هذا الجيل إنما جاهد بكل ما يملك وأعطى إلى الله كل ما يملك، وخلود هذا الجيل هو بسبب إعطائه إلى الله وشراء الله هذه النفوس. نعم، هذا الجيل الذي تربى بأحضان التربية الإلهية والإرادة الإلهية للولي الصدر المقدس قد قدمت بطبق من ذهب لإحياء العراق بل البشرية بل الامتداد على مساحة العالم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، منادين بأنفسهم هيهات من الذلة، وهي تجسيد فعلي قاموا به أبناء الانتفاضة الأولى والثانية، وما زالوا ينادون أبناء الصدر المقدس بهذا الشعار تحت قيادة خرجت من رحم الولاية الإلهية وهي قيادة القائد المفدى مقتدى الصدر عزه الله. فيمكن أن نقف على ثلاثة تأملات في هذه الآية لكي نستفيد من هذه المناسبة الجليلة وأصحاب هذه المناسبة ومؤسس هذه المناسبة، ألا وهي التأملات الثلاثة. الأول، الجهاد في سبيل الله. ورد أن الجهاد هو السعة والطاقة المبذولة والاستفراغ في سبيل الله أم في سبيل الشيطان والدنيا. نعم، هناك جهاد في سبيل الشيطان وهناك جهاد في سبيل الله، ولكن أبناء الصدر المقدس في كل جيل وما زالوا يترجمون هذا الشعار الجهاد في سبيل الله لا غير، مثل هذه الوجوه الطيبة وغير هذه الوجوه الطيبة. وكما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: اتقوا من آذى الذين يجاهدون في سبيل الله فإن الله يغضب لغضبهم كما غضب للرسل ويستجيب لهم كما يستجيب لهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد والمجاهدين في سبيله في أمانه وفي حفظه وفي كنفه وفي ولايته. نعم، هم كذلك أبناء جيش الإمام المهدي وأبناء سرايا السلام الذين تغذوا من رحم أبناء جيش الإمام المهدي وما زالوا يجاهدون في كل الميادين. أما التأمل الثاني وهو الهداية، تارة هم أبناء الانتفاضة والمجاهدين هم بمعنى الهداية بحد ذاته، وأما الذي قاموا به كانوا هم الهداية للبشرية، لأن الجهاد كما عبر السيد الولي المقدس الصدر هو هداية العدو وإرجاعه إلى الله. نعم، أبناء جيش الإمام المهدي والذين عادوا أبناء جيش الإمام المهدي من أبناء جلدتهم قد اهتدوا بهداهم. نعم، كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من يأمرك بالدين فأطع فهو الذي يهديك وينجيك. نعم، نحن وما زلنا والسلف الصالح هم من واكبوا هذا الطريق. أما التأمل الثالث، والأخوة أمروني بعجالة الكلمة فيها أبواب وأبحاث كثيرة. أما التأمل الثالث
الذي يقول الله إن الله لمع المحسنين، أي المعنى المصاحبة، يعني الله الذي يصاحب المجاهدين في سبيله. وكما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله لمع المحسنين، نحن المحسنين، أي بمعنى أن انتفاضة جيش الإمام المهدي وأبناء جيش الإمام المهدي وأبناء سرايا السلام وأبناء التيار الوطني الشيعي هم من الذين صاحبوا المعصومين في الإحسان، فكانوا هم ثمرة الإحسان في الكون حتى يلاقون الله بوجه بهي أو بالإعداد للمجتمع الصالح الذي ينهض بمهامه تجاه الإمام المهدي القائد الموعود المهدي، أرواحنا وتراب مقدمي الفداء. نعم، الصدر هو المحسن، وابن الصدر مصداق الإحسان، ونحن أتباع الإحسان ومصداق الإحسان، شاء الله أم أبوا. والسلام على الشهيد المربي والمرشد الصالح الولي المقدس الصدر، وعلى ابنه المجاهد في سبيل الله وفي سبيل الإعداد للقائد الموعود المهدي السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر. والسلام على الشهداء الذين حلقوا في سماء التكامل وأشرقوا العراق بنور البصر والبصيرة. والسلام على من أحيا ذكراهم جميعا، ورحمة الله وبركاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل أهلا وسهلا متجشما لعناء السفر والطريق من محافظة ميسان الحبيبة الأخ المجاهد أبو حسن الدراجي آمر الفوج، فأهلا ومرحبا وبكل من قدم إلينا. من روائع الشعر الأدبي: فتحت قلبي لكل الناس محتسبا، أمري وما كان لي في الناس أطماع، أرى معايب أقوام فأسترها، وأشتري بنفيس الود من باعوا، وما أزال أداري من يكابدني، مندثرا بسمتي والقلب ملتاع، لي قدرة في احتمال الناس كلهم إلا الذين لهم في الحمق إبداع. كلمة الفوج الخامس لواء 307 في ناحية الشيخ سعد يلقيها الأستاذ عبد الله السراي مشكورا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم عدوهم وانصر ولدهم واقتدى مقتدى يا الله يا محمد يا علي. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي. اليوم نقف بإجلال وإكبار أمام سيرة أبطال خالدين أبناء ناحية الشيخ سعد الأوفياء، الذين كتبوا بدمائهم الزكية أسمى معاني البطولة والإيمان. إنهم شهداء كتيبة الإمام السجاد عليه السلام، الذين ارتقوا إلى العلا في ساحات الجهاد، تاركين خلفهم إرثا من العز والشرف.
هؤلاء الرجال هم من خيرة أبناء هذه الأرض، أرض العراق، الذين انتموا إلى جيش الإمام المهدي بقيادة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، حاملين راية المقاومة والرفض للاحتلال، مدافعين عن حرمة العراق وكرامته. لقد قدموا أغلى ما يملكون فداء لدينهم وأرضهم، فكتبوا بأرواحهم الطاهرة فصلا من فصول النصر والكرامة. لقد شكلت ناحية الشيخ سعد العزيزة عبر مسيرتها الجهادية نموذجا للصمود والتضحيات، حيث خرجت رجالا عظماء أكفاء مدافعين عن العراق وشعبه وأرضه، حملوا السلاح في وجه الظلم والطغيان، ورفضوا أن ينحني العراق تحت وطأة المحتل الأمريكي ومن رافقه من تحالف دولي. وأما جيش المهدي بقيادة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله هو عنوان للوفاء والثبات الذي أعلنها صريحة منذ اليوم الأول، لا للاحتلال ولا للذل. لقد كانوا صوتا للحق الذي ارتفع في مسيرات حاشدة ثم تحول إلى صواريخ تزلزل عروش الظالمين حين أغلقت أبواب الحوار وحل مكانها قمع المحتلين لعنهم الله. اليوم ونحن نستذكر شهداءنا الأبرار نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله تعالى جزاك الله خير الجزاء. يا قبر اللي يلمك، يا قبر اللي يلمك قل لي يا تابوت، يا دمعة عليك الخاطر الجبرة. اسمك يا قبر، اسمك بالقبر ما يفوت دفنك وين، اذا دخلت يطلع كم حرف بره. العليهم هونت روحك فلا يشون، قبل لا تموت ماتت بيهم العشرة. القبر مو مالتك، القبر مو مالتك، القبر مو مالتك، انت مكانك شدق الباب حتى بطفبة الحفرة. بمكانك لو متت يمكن هو يرتاح، يد ارتاحيت بشرك ما شفت قطرة. الآن جاء دور الرثاء لكي نرثي الشهداء الأعزاء، مشاركة لأخي وصديقي وحبيبي ورفيق الدرب ملا مؤيد السراي، فليتفضل مشكورا. الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. يا شباب بدو أروح له. النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن الراحة فيها ترك ما فيها.
يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. دق علي ما تدق تشوف من عند صبر، دق علي ما تدق تشوف من عندي صبر. من نطيح بمشتهاتي ما اطيحن وانكسر، ومن تجي تلمني جفوفك اترس جفوفك عطر. والله هيك علمنا ابونا وهيك علمنا الصدر. علمنا الصدر وياهم قضينا ايامنا الراحة. والله قضينا ايامنا الراحة وياهم. تتوضى الشمس بجروحه، روحه ما طلعت ولا مات الحسين، الموت قبل حسين طلعت روحه. للمبدع العزيز وسام العقيلي. والآن جاء دور الشعر والشعراء. شاعر من مدينتي ومجاهد، فليتفضل مشكورا الأخ العزيز حيدر خلف. الأجمات حدر الضلع يا اخويا يا اخويا، والله ويروح لو ان الله يبدل روح. اي والله ويروح ابدلها ويرد الراح الي. ابدلها ويرد الراح الي. خوان صحيح الدهر يا حناس. خوان ومو حلوة الحياة تبغى يا ابنو. خوان تفارقنا وجنا شلون. خوان ويا المشاعر يا رمضان يا تخلي ولي عالغرب وجمرة بدليلي. الله يساعدكم والله يساعد اللي فاقد له عزيز على قلبها. الشهداء لهم حق علينا. ولي عالغرب جمرة بدليلي. عقب المشى ومهدوم حايل يا ابنو. وليل اهل النجف ماخ ونقول ويل والي على فراقهم ما نمت ليلي. والله ما بطل يا حويلي. قل اخويا شمينا لهدومي وبسينا
تمر بينا ولي هذا البيت واسألكم الدعاء ولي بس تكت دمع يجفون بهيدا ويا النواظر خاف يجفون بهيدا ويا النواظر خايف يجفون جفون الجنت ظنهم عيب يجفون والله جفون الجنت ظنهم عيب يجفون صفوا حدر التراب وشلون بيا بالامس كانوا معي واليوم ضيوفنا الكرام الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أن سمو النفس البشرية وأقصى ما يصل إليه الإنسان المؤمن هو التضحية في سبيل الله عز وجل وتقديم روحه فداء وقربانا لدينه وعقيدته ووطنه. وهذا ما ينطبق عليه قول الشاعر: أجود بالنفس أقصى غاية جودي. بالبداية أطرق الموضوع، أكو لقاء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، يقول للمذيع، يقول للسيد، يقول له العراق في خطر وأمن العراق مهدد، سواء من أمريكا أو من الإرهاب أو داعش أو الحواضن، وهناك بعض السياسيين يشكلون خطر على العراق، والعراق محتاج واحد يحميه. فالسيد يقول له عفوا، احنا موجودين، التيار الصدري موجود، انا مستعد اضحي اول واحد من اجل العراق وشعبه، وترى جيش المهدي موجود ما ملغي مجمد، جيش المهدي بعود شخاط يرجع، ومستعدين نرجع كل شيء ويا ذا طلب الامر. وانا اقول له كون قايل، كون قايل حيهم جنود الامام، كون قايل، كون قايل حيهم جنود الامام، ويطلق عنان الصهيل تجمده، جاسرجنا خيولنا بوقت الظلام، وجا وصلنا الاخر وابعد مدى، جا مشينا بزلم تكسر الغور مثل ما كسرت قبل ظهر العدا. كون قايل، كون قايل حيهم جنود الامام، ويطلق عنان الصهيل تجمده، جاسرجنا خيولنا بوقت الظلام، وجا وصلنا الاخر وابعد مدى، جا مشينا بزلم تكسر الظهور مثل ما كسرت قبل ظهر العدا. واحنا منتظرين امرك للنزال، احنا منتظرين امرك للنزال، وداعتك نص ليل نبرز كان شمس
وجفية من طق الأمس. الله يحفظك. احنا منتظرين امرك للنزال وداعتك نص ليل نبرز شمس. عبر الامريكا ترك جيش الامام وخيلهم وجفية من طق الامس. باي ملمة تريد امر كنا طاع، ماكو واحد بينا ما يبذل نفس وما يهمون الصبح عندهم نفوذ. ذولا اهل عندك اشقد شنفلس، وحتى لو كثروا من حمل السلاح صغارنا من تقوم تنطيهم درس. حتى لو كثروا من حمل السلاح صغارنا من تقوم تنطيهم درس. لو ان كل الكل ساروا سيرهم، لو ان كل الكل ساروا سيرهم، لو ان بعضا قد تجلد صبرهم، ما كانوا في كل الامور باول، ما كان رب العز اعلى قدرهم. حاشاه من ان لا يميز مخلصا، حاشاه من ان لا يضاعف اجرهم. قرت عيون بالشهادة بعدما قضى المضاجع بالنزال قرارهم. نقرأ على مسامعكم الآن قصيدة من نمط السرد، نظمت أبياتها على شكل قصيدة، هي أحداث بعنوان الكلمة للتاريخ. إن شئتم نبدأ، اسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه ولعن عدو وانصر مقتدى يا الله يا محمد انصر. احسنتم. صح شاعر بس مو من شعري، هاي احداث بيهن اقرأ. صح شاعر بس مو من شعري، هاي احداث بيهن اقرأ. ونعرف كل الزين الوادم، تعرف حقنا وجاي نكره. ومعذور منهم ما يدري، والما يدري يجوز نعذره. من يطعن بينا ومن يحكي، وكل شي يقول بذيك الفترة. وما يدري التاريخ يسجل، والما يذكر راح نذكره. كان يصور جيش المهدي والكل تدري شلون يصوره. خارج عن الدولة الماكو، وخارج عن مفهوم الفكرة. وما يجوز يقاتل ويجاهد ويتاجر بارواح الفقرة. وما مسموح نقاوم محتل شي يقبض من عند الخضرة. وكانت كلماته بكل خاصر يطعن ويعبر عن غدره. وخاوى المحتل ما خاوانا وما ناصرنا، وراح ينصره وكان يسب ويلعن بينا ويترحم لامريكا القذرة. وعد السيد فتوى تقول بلد المسلم كوني طهره، واي محتل لو راد يدنس واجب شرعا يطلع بره. وطلقنا الدنيا وما بيها الخاطر ما تنذل الحره. وعدنا سوالف ما نحكيها، خاف الطيح عقال وغتره. ومن شفنا الثالوث الطاول جايب جيش البيت العتره. لمينا العدنا وما عدنا ورحنا ندافع عن الحضره. ومن شفنا الثالوث الطاول جايب جيش البيت العتره. لمينا العدنا وما عدنا ورحنا ندافع عن الحضره. من غير الصايل بالشارع خيال ولا قتل
المهرة ومن غير الناصب عبواته وقاعد متحضر ينتظره ومن غير الطالع يتصيد بالقناص وماخذ شمره وشمره شقد صاروخ تغيم فوق المحتل غضب وتمطره وسباع الخطفة والامريكي بذيك الكية وسووا عبره خلوا بوش يهز بذيله وما نايم يفتر بقصره. الله يحفظه. من غير الصايل بالشارع خيال ولا قتل المهرة ومن غير الناصب عبواته وقاعد متحضر ينتظره ومن غير الطالع يتصيد بالقناص وماخذ شمره وشمره شقد صاروخ تغيم فوق المحتل غضب وتمطره وسباع الخطفة والامريكي بذيك الكية وسووا عبره خلوا بوش يهز بذيله وما نايم يفتر بقصره ولد الشيخ لهم في واسط ولد الشيخ سعد الابطال وولد الشيخ لهم في واسط للي يسأل اخبار سره كان عزرائيل بصولتهم والمحتل مذعور بجحره كاظم ويعلاو بهاون دقوهم باليمنى ويسره وسعد يناوشهم بالقنبر ولو رايد يشهد لك بتره وهيثم واحمد من خاضوها ما رجفت عدهم اي شعره وخالد ما نالاها بقوله بس نالاها بيوم المسك. ولد الشيخ لهم في واسط للي يسأل اخبار سره كان عزرائيل بصولتهم والمحتل مذعور بجحره كاظم ويعلاو بهاون دقوهم باليمنى ويسرى وسعد يناوشهم بالقنبر ولو رايد يشهد لك بتره وهيثم واحمد من خاضوها ما رجفت عدهم اي شعره وخالد ما نالاها بقوله بس نالاها بيوم المسره والرد سالم يفرك بيده وكاظم غيظه مثل الجمره كل هذا وما صار بعينه ذاك اللي يحكي بروح الصفر وكان الماء منشق من عدنا ما كانت اي ناس تقدره بس من عاف السيد وانكر كل وقفاته وذيك العشرة صار البس هو يسمونه وتحول قائد بالقدرة وياهو تنزل بي قصقوصة وانحرموا من كل شن حضره يلفونه وينطونه الواجب والكل تهتم بي وبأمره وواحد قام يجر الثاني وسووا لك مدري كم زمره نريدك يمنا هنانا تفضل دسم السفره ودعم فلوس وسيارات وكوم سلاح وصيت وشهره ورادوا بسكونه يحجمونه وافتروا مدري كم فر ياهو تنزل بي قصقوصه وانحرموا من كل شن حضره يلفونه وينطونه الواجب والكل تهتم بي وبأمره واحد قام يجر الثاني وسووا لك مدري كم زمره نريدك يمنا هنانا تفضل دسم السفره ودعم فلوس وسيارات وكوم سلاح وصيت وشهره ورادوا بسكونه يحجمونه وافتروا مدري كم فره وشوفوا التيار وشوفوهم هم صغار وهو شكبره هم صغار وهو شكبره. والسلام اخوتي اللي بالتيار الصدري احنا اليوم نحكي على زلم تاريخهم عظيم وتاريخهم مشرف
فما بها عيب ان نتفاعل ويا الشاعر او نعطيهم استحقاقهم. هسا انا عندي كم هوسه فاريدكم الجميع تهوسون وياي. اسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. وآل جل فرجهم والعن اي والله يا الله يا الله. جزاكم الله خير. الدنيا كانت تخوف. الدنيا كانت تخوف واحنا ننام بالسرداب. الدنيا كانت تخوف واحنا ننام بالسرداب. وعطشنا وجعنا ذاك اليوم بس ما توسلنا بباب. الدنيا كانت تخوف. الدنيا كانت تخوف واحنا ننام بالسرداب. وعطشنا وجعنا ذاك اليوم بس ما توسلنا بباب. وكانوا بصفنا موش بعيد ونشتم عن بر المشخاب بس كان العزم موجود وشاب مكلب بجفشة. الدنيا كانت تخوف واحنا ننام بالسرداب. وعطشنا وجعنا ذاك اليوم بس ما توسلنا بباب. وكان بصفنا موش بعيد ونشتم عن بر المشخاب بس كان العزم موجود وشاب مكلب بجفش. او بس احنا نعاركنا امريكا بس احنا نعاركنا امريكا بس احنا نعاركنا امريكا بس احنا نعاركنا امريكا بس احنا نعاركنا. ليش ما تهوس؟ امريكا بس احنا نعاركنا. علوياك امريكا بس احنا نعاركنا. بعد بيكم بعد ما حد شال تبقى ويانا ذاك اليوم. الوادم نايمة واحنا اللي بحسرة نوم. ما حد شال تبقى ويانا ذاك اليوم. الوادم نايمة واحنا اللي بعازة نوم. النجف رادت تصير بيد الامريكان وقام ابن الصدر والقام يردم قوم. كانت جعبة واحدة. الوادم ما حد شال تبقى ويانا ذاك اليوم. الوادم نايمة واحنا اللي بحسرة نوم. النجف رادت تصير بشف الامريكان وقام ابن الصدر والقام تردم قوم. وكانت جعبة واحدة وهم طيارات وسحقنا على الامريكي بعتبة البلعوم. كانت جعبة واحدة وهم طيارات وسحقنا على الامريكي بعتبة البلعوم. ومرضى وقناب ملقانة مرضى وقناب ملقانة مرضى وقناب ملقانة مرضى وقناب ملقانة. خل نذكرهم امريكا وهذا مو مقصد عفة. خل نذكرهم امريكا وهذا مو مقصد عفة. شوية نرجع على الماضي وعلى العبوة الناسفة. خل نذكرهم امريكا خل نذكرهم امريكا وهذا مو مقصد عفة.
ناسفة وعلى البطل بيها وقفة كان عدها شقد وفة، على البطل عدها وقفة كان بيها كان عدها شقد وفة. الهاويانة كم صولة بصولة، لا الهاويانة كم صولة بصولة، الهاويانة كم صولة بصولة، الهاويانة كم صولة بصولة، الهاويانة كم صولة بصولة. الزلمة ذا رايد شجاعة يمشي ويجيش الإمام. الزلمة إذا رايد شجاعة يمشي ويجيش الإيمان أو لا يتعبني بكلامه، هذا خصما للكلام. الزلمة ذا رايد رجولة يمشي ويسلم الإمام أو لا يتعبني بكلامه، هذا خصما للكلام. هو ريش الصقر بين يختلف عن النعام، هو ريش الصقر بين يختلف عن النعام. خذ الهيبة من جيش المهدي، خذ الهيبة من جيش المهدي، خذ الهيبة من جيش ما مقبول، خذ الهيبة من جيش المهدي، خذ الهيبة من جيش المهدي، خذ الهيبة من جيش المهدي. علي خذ الهيبة. سلاما للصدر وانصاره وعياله، وسلاما للكلام اللي بعد ما قاله. سلاما للصدر وانصاره وعياله، او سلاما للكلام اللي بعد ما قاله. انت لشيبتك طشرت كل صدام او ما خلت اثر لليجا وتشتال عياله، وسلاما للكلام اللي بعد ما قاله. انت لحوبتك طشرت كل صدام وما خلت اثر لليجا وتشتاله. انت لحبك التاجر اللي ما محتاج، وحباك الغبش يشتغل اعماله. على الشيبه خل تقرا امريكا، 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 على الشيبه خل تقرا. نظل اخر هوس اخر هوس اعيدها بخدمتكم. ها نظل ويا الصدر حد ما يبين الشيب، نظل ويا الصدر حد ما يبين الشيب، لا بيها غلط لا مستحى ولا عيب. نظل ويا الصدر نظل ويا الصدر حد ما يبين الشيب، او لا بيها غلط لا مستحى ولا عيب. نظل ويا الصدر بس السبع وحدي، نظل ويا الصدر بس السبع وحدي. ابو وصيت ابني صيروا ويانا، 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 وصيت ابني.
اسمع من نريدها، من نريدها ناخذها قوة، من نريدها ناخذها قوة، وحقك نصبها على القلب لوة. من نريدها ناخذها قوة، وحقك نصبها على القلب لوة. احنا ويا الصدر لا تحسب نخاف، واحنا ويا الاخ خوتنا خوه، بس الله لا يعلم ساعة الغيظ، للمو هو راح يقول هو، بس الله لا يعلم ساعة الغيظ، للمو هو راح يقول هو. ساعنا ويا المخير، ساعنا ويا المخير، أحسنت. أحسنت. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير اخواني. احسنتم احسنتم شوية، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. طابت وطهرت. هذا الما حضر وصول للطيح، هذا بكل فصل موجود حصته، هذا المنتظي جت ناجد الناس ومقاطع نزلوا بس لحضرته، هذا اول معمم حبه فنان، هذا اللي يختلف عن كل شي شفته، هذا شقد طلع من عندنا زعلان بس يضحك يرد نعرف محنته، بوقت بيه الفشل بتراب والفلوس، بس انت البقى يهم بسمعته، بس انت وعلى الما وسع وفاز، وبس انت وعلى جبشهم عبرته، انسحبت وخلتك شابينة حيل، مو قلت لو على الكوسر سحبته، ما ردت الشراكة كيف ملاك والطوق الحكم لكن رفضته، وذول فضالتك خليهم يصوتون، وطبوا لش وقت من انت عفته، ارتاح وطق صورك كلها بالبيت، وخل كل من غلط يحمل غلط هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.